ليه أغلب الستات فاكرين إن الراجل اللي معجب بيهم هيقولهم على طول؟ في الحقيقة هو مش هيعمل كده. الموضوع مش بيمشي بالطريقة دي. مش مع راجل ناوي بجد، مش مع راجل بيبص لست وبيحس بإحساس حقيقي. النوع ده من الرجالة ما بيستعجلش، ما بيجيش بصوت عالي وبطريقة واضحة وصريحة. هو بيسكت، بيهدى، بيبطأ. ومعظم الستات بتفهم السكون ده غلط تماما. بيفتكروا إنه مش مهتم، بيحسوا إنهم قيموا الموضوع غلط فينسحبوا. وفي اللحظة اللي بينسحبوا فيها، الراجل اللي كان فعلا بدأ يحس بحاجة حقيقية بيقف يتفرج وهو شايف الباب بيتقفل. دي الغلطة، وبتحصل دايما مع ستات ذكية، ستات واخدين بالهم، ستات فعلا عايزين يرتبطوا بحد كويس، مش عشان بيعملوا حاجة غلط، لكن عشان محدش عمره شرح لهم الراجل بيعمل ايه فعلا لما ينجذب لست شايفها جذابة بجد. هو ما بيعبرش زي ما الأفلام بتوعد، ما بيجريش عليها، ما بيخليش الموضوع واضح ومباشر. اللي بيعمله بدل كده أهدى بكتير وأدق بكتير. لما راجل ينجذب فعلا لست ويفكر إذا كانت ممكن تبقى حد حقيقي في حياته، بيسأل سؤالين محددين جدا. على السطح شكلهم عادي خالص، يبانوا زي كلام عابر، شبه دردشة خفيفة، لكن هما مش كده. دي الأسئلة اللي من خلالها بيشوف إذا كان يستاهل يفتح لها قلبه، إذا كانت أمان، إذا كانت حقيقية. ومعظم الستات بيردوا عليهم بشكل سطحي جدا وما ياخدوش بالهم إيه اللي حصل. لكن الست اللي فاهمة الرجالة بتفكر إزاي، بتسمع حاجة تانية خالص في الأسئلة دي. بتسمع هو فعلا عايز يعرف إيه، وده بيغير كل حاجة في طريقتها في الرد. ده لب الموضوع، مش ألعاب ولا حيل، لكن نظرة صادقة للي بيحصل تحت السطح لما راجل عايزها يكلمها بطريقة معينة. لكن قبل ما نوصل للسؤالين دول، لازم نفهم حاجة عن الرجالة أغلب الستات ما تعلموهاش بجد. من غير الجزء ده، الأسئلة ملهاش معنى وهتفضل تتفهم غلط. الحقيقة عن الرجالة اللي نادرا حد بيتكلم عنها بصراحة، إنهم أحرص في مشاعرهم أكتر ما باين. مش عشان فيهم حاجة غلط، ومش عشان قلوبهم قاسية أو مقفولة، لكن عشان أغلب الرجالة اتجرحوا قبل كده لما استعجلوا، حطوا كل مشاعرهم في حد ما كانش جاد، كشفوا كل أوراقهم بدري، وشافوا الست تفقد اهتمامها أول ما حست إنها ضمنته. والتجربة دي حتى لو حصلت مرة أو مرتين بس، بتعلم الراجل يبطأ جدا، يراقب قبل ما يتحرك، يعرف الست على حقيقتها قبل ما يسمح لنفسه يحس بزيادة. فلما يقعد قدام ست هو فعلا معجب بيها، ست جذبته بطريقة لمسته بجد، ما بيسيبش الإحساس ده يسوقه لوحده. بيبدأ ياخد باله، يسمع كويس، يلاحظ تفاصيل. مش بشك، لكن بعقلية. أنا بحاول أعرف إذا كان ده حقيقي. هو مش بيسأل نفسه إذا كانت جميلة، هو عارف ده. هو بيسأل سؤال أصعب بكتير: هل دي النوع من الستات اللي أقدر أأتمنها على حاجة حقيقية؟ والطريقة اللي بيحاول يجاوب بيها على السؤال ده بتكون من خلال الكلام، من خلال السؤالين المحددين اللي شكلهم عابر لكن معناهم أعمق بكتير. أغلب الستات ما بياخدوش بالهم من ده عشان بيركزوا على حاجات غلط. بيراقبوا: هل هو اللي بعت الأول؟ هل مال لقدام؟ هل طول في النظر شوية؟ والحاجات دي مهمة، آه، لكنها المستوى الظاهر بس. المستوى اللي تحت، اللي بيقولك هو بيفكر في إيه فعلا، موجود في الأسئلة اللي بيسألها. لأن الراجل اللي مش مهتم قوي بواحدة ما بيسألهاش كتير، بيخلي الموضوع خفيف، بسيط، ما بياخدش الكلام في اتجاه معين عشان مفيش اتجاه. لكن الراجل اللي منجذب بجد بيسأل أسئلة ليها وزن، أسئلة أعمق شوية من المطلوب في الموقف. ولما ده يحصل، لما يسألك حاجة تحسي إنها شخصية زيادة عن اللزوم بالنسبة للمرحلة اللي انتم فيها، أو تحسي إنها هادية ومركزة وسط كلام خفيف، خدي بالك، ده مش كلام عابر، ده راجل بيحاول يعرف حاجة. وفي نقطة تانية:
بتلخبط ستات كتير. كتير منهم فاكرين إن الراجل اللي معجب بيهم هيكون مباشر ويقول لها، هيبقى واثق وواضح، وبعض الرجالة فعلا كده. لكن أغلب الرجالة اللي بيدوروا على حاجة حقيقية ما بيبدأوش بالجرأة دي، بيبدأوا بالفضول، بيبدأوا بالأسئلة، لأن الراجل اللي النتيجة تهمه بجد الاستعجال بالنسبة له مخاطرة ومش عايز يغلط. فكري فيها كده، لما تبقي عايزة حاجة بجد، حاجة مهمة قوي بالنسبة لك، ما بتمديش إيدك عليها وخلاص، بتاخدي بالك، بتهدي، بتحاولي تتأكدي إنك فاهمة الموقف صح قبل ما تعملي حاجة ما ينفعش ترجعي فيها. الرجالة نفس الفكرة. الراجل اللي مش حاسس بحاجة كبيرة ناحية ست غالبا بيكون أجرأ، مرتاح، عشان مفيش حاجة حقيقية على المحك. لكن الراجل اللي حاسس فعلا، اللي بيبص لها ويفكر يمكن يكون في حاجة، ده بيبطأ، بيسكت، بيسأل. ولو ما تعرفيش النقطة دي عن الرجالة، سكوته هيبان كأنه عدم اهتمام، فتنسحبي، وساعتها علاقة حقيقية ممكن تختفي قبل ما تاخد حتى فرصة تبدأ. علشان كده مهم جدا نفهم السؤالين دول، مش عشان هما سحريين، لكن عشان بيظهروا كل مرة راجل ينجذب بجد وبيحاول يعرف هل يستاهل يكمل ولا لأ. كل مرة. وأول ما تعرفي هما إيه وبيسألوا إيه تحتهم فعلا، هتبطلي تشكي في نفسك، هتبطلي تسألي إذا كان مهتم، هتبطلي تراجعي حاجات ملهاش لازمة، لإنك هتبقي عارفة بالظبط تركزي على إيه. أول سؤال بقى سهل يتفوت عشان شكله عادي جدا، يبان زي أي سؤال عادي في أي كلام طبيعي، لكنه مش عادي، مش لما يجي من راجل بيراقبك أكتر ما هو مبين. السؤال الأول بيكون بصيغة زي، بتعملي إيه لما ما تبقيش في الشغل؟ أو يومك العادي بيبقى ماشي إزاي؟ أو بتعملي إيه للمتعة؟ ممكن الموضوع يبان أبسط من كده كمان، يمكن يسألك بس عملتي إيه في الويك إند؟ أو ناوية تعملي إيه بعدين؟ أو أسبوعك العادي ماشي إزاي؟ شكله سؤال عادي جدا، كأنه مجرد سؤال عشان الكلام يفضل ماشي. لكن لما يجي من راجل منجذب لك فعلا، بيكون ليه هدف محدد جدا. هو مش بيسأل عن جدولك، هو بيسأل عن عالمك، عايز يعرف حياتك من جوه عاملة إزاي بجد. إيه اللي بيملى وقتك؟ إيه المهم عندك؟ أنت نوع الستات إيه لما مفيش حد بيتفرج ومفيش حاجة محتاجة تمثيل؟ لأن الحقيقة إن الراجل بالسؤال ده بيحاول يعرف حاجة معينة. هل عندك حياة؟ حياة حقيقية؟ حياة ليها معنى عندك، مستثمرة فيها فعلا، وموجودة بشكل مستقل عن أي راجل. والنقطة دي أهم عنده بكتير ما أغلب الستات متخيلين، لأن الست اللي عندها حياتها الكاملة، حاجتها الخاصة اللي مهمة لها، عالمها اللي بتبنيه، بتحس الراجل بإحساس مختلف، تبان مثيرة للاهتمام، تبان حد يستاهل يتسعاله، ما تبانش حد محتاج إنه يملى لها كل الفراغ في حياتها أول ما العلاقة تبقى جد. الست اللي ما عندهاش ده، واللي ردها على بتعملي إيه للمتعة، يبقى في الأساس ولا حاجة، أو مش عارفة، أو بخرج وخلاص. الرد ده ما يخليش الراجل يحس إنه داخل على عالم يشده، بيخليه يحس إن مفيش حاجة يدخل فيها. الانجذاب بالنسبة للراجل هو إنه يتحبس في حاجة، يدخل في عالم حد، في شخصيتها وهي على طبيعتها بالكامل. فلما بيسألك حياتك عاملة إزاي، هو بيشوف، هل في هنا عالم أحب أكون جزء منه؟ هل في هنا شخص فيها حاجة لسه ما اكتشفتهاش؟ أغلب الستات بيردوا على السؤال ده بشكل صغير جدا، يقولوا مش عارفة، مفيش حاجة كتير، أغلبه شغل. أو يروحوا للناحية التانية ويبتدوا يعددوا إنجازات كأنهم في مقابلة شغل. ولا واحدة من الطريقتين بتجيب النتيجة اللي هم عايزينها، الأولى بتخليها تبان كأنها ما عندهاش حاجة، والتانية تخليها تبان كأنها بتعمل أوديشن. اللي بينفع فعلا هو حاجة في النص، حاجة حقيقية وخفيفة، وتبان كأنها مستمتعة بحياتها فعلا. ممكن تقول، بصراحة الفترة دي بقيت مهتمة جدا بالطبخ، بتعلمه صح مش بس أي حاجة وخلاص. أو
بقضي وقت كتير مع صحابي دلوقتي، وبقينا كل ويك إند نجرب حاجة جديدة وبقى الموضوع طقس لينا. أو ببساطة بقيت أقرأ أكتر الفترة دي وافتكرت قد إيه أنا بحب ده. مش لازم تبقى حاجة مبهرة، لازم تبقى حقيقية، لازم تبان إنها عايشة حياة فعلا، مش مستنية حد يجي عشان حياتها تبدأ. لأن أول ما هو يسمع ده، أول ما يشوف صورة حقيقية لست مبسوطة أصلا، مندمجة في عالمها، عايشة حياة مليانة، حاجة جواها بتتغير، تبقى أكثر إثارة للاهتمام، مش أقل، ومش أصعب توصل لها، لكن تستاهل تتعرف أكتر. وفي نقطة مهمة في الرد ده، هو كمان بيقول له إزاي هتكون في علاقة. الست اللي عندها حياتها، اهتماماتها، إحساسها بنفسها، مش هتقع أول ما الأمور تبقى صعبة، مش هتخليه يبقى كل عالمها بطريقة تحط عليه كل الضغط، هتفضل هي نفسها. وده مهم جدا لراجل بيفكر في حاجة حقيقية مش حاجة عابرة. فلما يسألك عن حياتك ما تصغريش نفسك وما تمثليش، خليه يشوف الحقيقي، لأن الحقيقي لو هو فعلا بتاعك دايما هو أكتر نسخة جذابة. دلوقتي بعد السؤال الأول، إيه اللي بيحصل؟ لو ردك اداله حاجة حقيقية، حاجة خلته يحس إن في أكتر من مجرد سطح، مش هيقف عند كده، هيبقى فضولي أكتر، يميل لقدام شوية، مش دايما بجسمه، أحيانا في طريقة الكلام نفسها، الحوار يبقى أهدى، أعمق، مقصود أكتر. الكلام الخفيف يبدأ يقل، وساعتها يجي السؤال التاني. السؤال التاني أعمق، ومعظم الستات ما بياخدوش بالهم منه لأنه بيبان أبسط من الأول، لكن تحته شغل أكبر بكتير. السؤال التاني ممكن يبقى زي: أنت فعلا بتدوري على إيه دلوقتي؟ أو شايفة نفسك رايحة فين بكل ده؟ أو أنت مبسوطة حاليا بالمكان اللي حياتك فيه؟ ممكن يجي بصيغة: يس أهدى، أنت عايزة إيه؟ الموضوع شكله عندك عامل إزاي؟ أو حتى: أنت مبسوطة؟ شكله بسيط قوي، زي سؤال يتسأل لأي حد. لكن لما راجل منجذب لك بجد يسأله، ده مش كلام عابر، هو بيسأل حاجة عايز يعرف إجابتها فعلا، لأن السؤال ده عن حاجة محددة جدا. هو بيشوف هل في الاتجاه اللي انت ماشية فيه مكان له؟ هل اللي انت عايزاه متوافق مع اللي هو عايزه؟ هل انت نوع الستات اللي عارفة هي رايحة فين، ولا النوع اللي ماشي مع اللي يحصل وخلاص؟ والفرق ده في المرحلة دي أهم عنده من أي حاجة تقريبا. الراجل اللي عايز حاجة حقيقية مش عايز يجري ورا ست مش عارفة هي عايزة إيه، ده بيحسسه بتعب وعدم أمان، وكأنه بيستثمر مشاعره في حاجة مش مضمونة. لكن الست اللي عارفة هي عايزة إيه، وتقدر تقول ده بوضوح وبخفة من غير ما تبقى تقيلة أو باينة يائسة، بتحسسه بإحساس مختلف، تبان حد ينفع يبني معاه حاجة، حد رايحة في اتجاهه ممكن تفكر تاخده معاها. فلما يسألك بتدوري على إيه، هو مش بس بيسأل عن المواعدة، هو بيسأل عنك كشخص. انت نوع الستات اللي عارفة نفسها، رايحة فين، عندك اتجاه، ومفتوحة لحاجة حقيقية، ولا ماشية كده وخلاص؟ أغلب الستات بيردوا على السؤال ده بطريقتين بيبعدوا الراجل من غير ما يحسوا. أول طريقة إنهم يخلوا الموضوع تقيل بسرعة، يقولوا: أنا بدور على حاجة جد، عايزة علاقة، أنا في مرحلة عايزة أستقر. الرد مش غلط، لكنه تقيل بدري قوي، بيخلي الكلام يحس كأنه مقابلة رسمية، وبيحط وزن كبير على لحظة المفروض لسه خفيفة وبسيطة، زي اتنين لسه بيتعرفوا. الطريقة التانية إنهم يبقوا غامضين قوي، يقولوا: مش عارفة، أمشي مع اللي يحصل، اللي يجي يجي، شكله مريح، لكن في الحقيقة بيقول حاجة الرجالة مش بيحبوها خالص، بيقول إنها مش عارفة هي عايزة إيه. والراجل اللي فعلا مهتم يلاقي حاجة حقيقية، مش عايز هو اللي يكتشف الست عايزة إيه في حياتها، هو عايز ست تكون عارفة ده من الأول. الرد اللي بينفع بجد هو اللي في النص بين الطرفين، يبقى شكله تقريبا كده: بصراحة أنا حاليا في مرحلة كويسة جدا في حياتي، عارفة أنا عايزة إيه، ومش مستعجلة،
لكن أكيد مفتوحة لحاجة حقيقية لو حسيت إنها صح. بس كده، ده الرد كله. الرد ده بيقول عندي اتجاه، بيقول أنا مش يائسة، بيقول أنا مفتوحة لكن عندي معايير، وبيقول كل ده من غير ما يخلي الكلام تقيل أو رسمي قبل ما يستاهل الوزن ده. وممكن يتقال بطريقة تانية، زي أنا دلوقتي مركزة فعلا إني أبني حاجات في حياتي، حياتي أنا، شغلي، الحاجات اللي مهمة بالنسبة لي. لكن حست إن لو الحاجة الصح جت، هعرف النسخة دي بتوصل نفس المعنى. هي عندها حياة، عندها تركيز، مش قاعدة مستنية راجل يديها اتجاه، لكن في نفس الوقت مش مقفولة. في باب، لكنه مش مقفول بالمفتاح. ولما الراجل يسمع النوع ده من الردود، حاجة بتتغير في نظرته لها، تبقى حد هو عايز يستاهلها، مش بطريقة لعب، لكن بطريقة حقيقية، زي إحساسك بحاجة محتاجة شوية مجهود عشان توصل لها. لأن الحاجات اللي بتيجي بسهولة قوي لما تمسكها ما تحسش بقيمتها، لكن الحاجة اللي مشيت لها خطوة خطوة، اللي حسيتك إنك محتاج تظهر بأحسن نسخة منك عشان توصل لها، دي بتحس بقيمتها فعلا. وده بالظبط اللي السؤالين دول بيعملوه. لو شلنا أي حاجة تانية، هما مش اختبارات ببرود أو حسابات، هما راجل بيحاول يعرف هل الست دي تستاهل إنه يحس تجاهها بإحساس حقيقي. هل هي نوع الشخص اللي يحب يكون جزء من عالمها؟ هل هي عارفة نفسها كفاية عشان تبقى شريكة بجد، مش مجرد حد يقضي معاه وقت؟ والسبب إن الأسئلة دي مهمة خصوصا للستات الجذابات، هو إن الراجل لما يقرب من ست شايفها جذابة فعلا، بيكون أصلا مهزوز شوية من جوه. هو أصلا حاسس بحاجة، والإحساس ده بيخليه أحرص مش أجرأ، لأنه كل ما الحاجة تهمه أكتر، كل ما خسارته تبقى أكبر لو ما نجحتش. عشان كده مش بيرمي نفسه وخلاص، بيقيم الموقف، بياخد باله، بيسأل أسئلة توصله للإجابات اللي محتاجها قبل ما يقرر يكمل ولا لأ. وعشان كده ستات جذابات كتير بيتلخبطوا لما يلاقوا راجل باين عليه مهتم وفجأة يسكت، غالبا مش لأن اهتمامه اختفى، لكن لأن حاجة في الكلام خلته يحس بعدم أمان. يمكن ردها على السؤال الأول خلاها تبان كأنها ما عندهاش حاجة كتير في حياتها، يمكن ردها على السؤال التاني خلى الموضوع تقيل زيادة أو غامض زيادة. فهو انسحب، مش لأنه بطل يشوفها جذابة، لكن لأن الصورة اللي اتكونت عنده في اللحظات دي ما كانتش نفس الصورة اللي كان متمني يلاقيها. وده الجزء اللي ناس كتير ما بتتكلمش عنه. الانجذاب ممكن يفضل قوي عند الراجل، وفي نفس الوقت رغبته إنه يسعى وراها تقل. ممكن يشوفها جميلة جدا وبرضه يقرر ما يقربش، لأن الجمال جزء من الصورة، لكن مش الصورة كلها. اللي هو بيدور عليه بجد، واللي أي راجل عايز حاجة حقيقية بيدور عليه بجد، هو ست تحسسه إن المخاطرة تستاهل إنه يحس. ده الجوهر كله. هو بيدور على ست تخلي المخاطرة شكلها مستاهلة، والطريقة اللي بيكتشف بيها ده هي السؤالين دول: حياتك فعلا عاملة إزاي؟ وإنت بتدوري على إيه؟ السؤالين دول بيقولوا له تقريبا كل اللي محتاج يعرفه إذا كنت أنت الست دي ولا لأ. فإيه اللي تاخديه من كل ده وتطبقيه في حياتك؟ لما راجل يسألك عن حياتك، ما تصغريش نفسك وما تمثليش. خلي النسخة الحقيقية من حياتك تبان في الرد. اتكلمي عن الحاجات اللي فعلا مهمة بالنسبة لك زي ما بتتكلمي مع صاحبتك، مش عشان تبهريه ومش عشان توريه إنك مشغولة، لكن عشان فعلا عندك حياة بتعيشيها، وهي حياتك انت. ده اللي جذاب، مش قائمة الحاجات، لكن الطاقة اللي وراها، الإحساس إنك موجودة فعلا في حياتك. ولما راجل يسألك بتدوري على إيه، ما تخليش الموضوع تقيل وما تبقيش غامضة، خليكي في النص. قولي حاجة تبين إنك عارفة نفسك، عندك اتجاه، مفتوحة لحاجة حقيقية، لكن مش محتاجة لها بأي تمن. المزيج ده وعي بنفسك زائد انفتاح،
زائد عدم يأس. من أكتر الحاجات الجذابة اللي ست ممكن توصلها لراجل بيفكر بجد إذا كان يقرب لها ولا لأ، لأن الحقيقة اللي بترابط كل ده إن الراجل اللي جه اتجاه ست مش بيبص بس على شكلها، بيبص على طريقة حياتها، بيبص هل هي شخص كامل بعالمه الخاص ولا حد مستني يجي يملاله فراغ. بيبص هل هي عارفة نفسها رايحة فين، وهل فكرة إنه يسمح لنفسه يحس تجاهها فكرة كويسة ولا لأ. وهو بيلاقي إجابة كل ده من خلال الكلام، من خلال الأسئلة الهادية والمحددة والبسيطة في شكلها اللي أغلب الستات ما بياخدوش بالهم منها مرتين. لكن أنت مش أغلب الستات، ودلوقتي أنت عارفة الأسئلة دي بتسأل عن إيه فعلا. فلما راجل أنت معجبة بيه يبدأ يسألك حياتك عاملة إزاي، أو رايحة فين، أو عايزة إيه بجد، ما ترديش على سطح السؤال بس، اسمعي هو بيسأل عن إيه تحت. هو بيسأل هل تستاهلي إنه يقرب، ولو أنتِ عايشة حياتك وعارفة أنتِ عايزة إيه ومفتوحة لكن مش يائسة، فالإجابة أصلًا نعم. كل اللي عليك تعمليه إنك تخلّيه يشوف ده، لإن الرجالة ما بيقعوش في حُب الست اللي بتجري وراهم، بيقعوا في حُب الست اللي كاملة في نفسها لدرجة إن وجودهم جنبها يحس إنه مكان يستاهل يتعاش فيه. ده اللي السؤالين دول بيدوّروا عليه فعلًا، ودلوقتي أنتِ عارفة بالضبط تردّي عليهم إزاي.